لانك انت حصل عندك خذلان من ناس كتير جدا واحبطت من معاملات ناس كتيرة جدا. اعلم ان مشكلتك في انك انت خزنت مشاعر الاسترس جواك. مشاعر الاسترس والضغط النفسي اللي بتخليك دايما حاسس انك انت جوه مخزن حاجة ومش قادر تعمل لها ريليس اول باول، دي بتأثر على كل حاجة في جسمك. حتى ان الابحاث العلمية اثبتت ان في امراض 90% من الامراض اللي في الجسم هي امراض نفس جسمانية. والنفس الجسمانية دي يعني هي الاول بتبدأ بمشاعر وافكار سلبيه دخلت جوه العقل واتخزنت وبعتت رسائل للجهاز العصبي، فلخبطت الهرمونات كلها عندك، وبدات تحصل عندك شويه اضطرابات ما بين قولون وصداع. حتى ان المخ لو تشوف الفيديو اللي معروض دلوقتي بيجيب لك شكل